طلع علينا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، او رئيس نادي الزمالك المعزول، طالع اتكلم على غرامه كهرباء، وان الغرامه المفروض تدفع 200 مليون جنيه. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خد 70 مليون جنيه بس. لا، هو خد 77 مليون جنيه. دي حاجه. تاني حاجه، لو هنتكلم انك انت المفروض الغرامه كمؤسسه رياضيه جماهيريه او كمؤسسه من مؤسسات الدوله، تمام، المفروض الفلوس بتدخل عن طريق ايه؟ عن طريق البنك. ولا انت عايز مثلا كهرباء يروح يشتري دولارات من السوق السوداء ويطلع؟ يا راجل، ده المتحدث الرسمي طلع علشان خاطر ما يبقاش فيه كلام كتير من ناحيه الموضوع ده. قال المفروض احنا كمؤسسه من مؤسسات الدوله المفروض ان احنا نروح ناخد شنط ونروح نجيب الفلوس ولا الغرامه من السوق السوداء، ولا هي المفروض بتتحول من اللاعب على البنك ومن البنك عليا. بس يعني انت المفروض انت كمشجع زملكاوي تكون فاهم كويس ان ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اي نادي في مصر هيتعامل من عن طريق السوق السوداء. لازم هيتعامل من عن طريق البنوك، لان في الاول وفي الاخر الفلوس كلها بتدخل بنوك، بتيجي من بنوك وبتروح من بنوك وتمشي كده يعني. فازاي انك انت عايز الغرامه تدفع 200 مليون وجاي كمان تقول ال 130 مليون هطلعهم من اداره نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي بقياده كابتن حسين لبيب؟ يا راجل، طب ازاي وعلى اي اساس؟ لو انت كان في حاجه ذره مع نادي الزمالك او عضويه مع نادي الزمالك، فكابتن حسين لبيب شالها خالص. ممكن هتعمل قضايا وهترجع العضويه تاني، بس انت دلوقتي بتتكلم بناء على ايه؟ طب ما هي الغرامه بتاعت كهربا دي، ولا كهربا مش الغرامه ما دي كانت من عندك انت في الاصل؟ صح ولا انا غلطان؟ اذا يعني انت لما كنت موجود ما عرفتش تجيب الغرامه بتاعت كهربا، جاي تطلع تتكلم بعد ما كهربا خلاص دفع الفلوس؟ ولا هو عشان خلاص حمل واتشال فلازم بقى ان انا اطلع اتكلم فيه واغني واطبل معلش انا اسف، مع احترامي الشديد مع اي حد بجيب سيرته في الموضوع ده، بس انا بتكلم كمنطق وبتكلم كواقع وكارض واقع. صح ولا انا غلطان؟ ده غير كمان ان انت طالع تتكلم الزمالك في المركز ال 13 في الدوري، ينفع كده ومش ينفع كده؟ طب ما هو معلش واحد، يعني انت بتتكلم في نادي ما بيلعبش. عندك المنتخب كان واخد اللعيبه وكان في توقف دولي، ولا الاهلي ولا الزمالك كانوا بيلعبوا. اذا كان الاهلي في المركز الثامن ولا التاسع والزمالك مركز 13، تمام، انت عايز المفروض يعني بعد ما الزمالك يلعب المؤجلات بتاعته ساعتها تقدر انك انت تتكلم. بس لما يلعب المؤجلات بتاعته مش ينفع انك انت تتكلم وهو الزمالك عنده مؤجلات. وبعدين الموسم او الجزء الاولاني من الدوري المصري لسه ما خلصش، او الدور الاول من الدوري المصري لسه ما خلصش. فمش هينفع ان احنا نتكلم على نادي الزمالك في الوقت ده. لازم المفروض يعني اي حد بينتمي لنادي الزمالك المفروض ان هو بيدعم نادي الزمالك، مش بيكسر في نادي الزمالك.